السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ريفيو حلو قوي وجديد عن حلة الضغط او قدرة ضغط السيف ال5 لتر. 5 لتر اهي باينه واضحه قدامكم. انا كنت عامله ريفيو معاكم قبل كده عن الحله اللي هي ال11 لتر، وكنت جايبه الحله ال11 لتر وبعدين جبت الحله ال5 لتر. هتقولي لي ليه ولا جبتي ال11 لتر وغيرتي 5 لتر؟ هقول لكم انا ما كنتش عارفه احتياجي ايه وقلت اجيب الحله الكبيره بالمره علشان يعني استخدمها وتفضل معايا، لكن لقيتها ان هي اكبر من احتياجاتي وتقيله عليا جدا في الغسيل يعني كبيرة حجما. يعني هقول لكم بالتفصيل ازاي تعرفي الحلة المناسبة ليكي واحتياجات اسرتك ولا لا. هقول لكم بالتفصيل وهجيب لكم واحط لكم سكرين بمقاسات الحلل الفعلية اللي تقدري بيها تشوفي مقارنة بالحلة دي والحلة اللي عندك في البيت اللي هي في الاستخدام العادي، على بناء عليه تشتري حلة زيها نفس المقاس. تمام، هسيب لكم السكرين عشان تعرفي بيها. اول حاجة الحلة دي هنقول عنها ريفيو، انا جبتها من نفس الجروب اللي جبته قبل كده لاني ده ارخص جروب فعلا، وبشكر بالاخص الاستاذه داليا اللي هي يعني ادمن في الجروب يعني بس ما شاء الله عليها بالها طويل جدا يعني اي تفاصيل هي بتبعتها لي، لدرجه ان انا قلت لها صغري لي الحله مقاس الحله عشان اكون مقتنعه بيها، لاني جبت الكبيره وكانت تقيله عليا. هي نفتح بقى كده على طول ونجيب الحله، بتجيلك مغلفه وشركه الشحن مغلفاها بالاسترتش، يعني امان جدا، حتى الكرتونه ما فيهاش الخدش. تمام. اول حاجه طبعا انتوا شايفين اهي الحله زي ما انتوا شايفين، وبتستخدم على اي حاجة، سخان كهرباء، غاز، شعلة، كل حاجة بتستخدم عليها. والشركة ما شاء الله هي من السعودية. ازاي جبت الحلة من السعودية؟ من جروب، الجروب اسمه منتجات السعودية بين ايديك، وما شاء الله عليه بيجيلك الحاجة مغلفة زي ما انت شايفة اخر جمال. اهي الحلة اهي زي ما انتوا شايفين اهي بتجيلك مغلفة، كل حاجة في الكيس، شركة السيف السعودية. طب ازاي تعرفي ان الحاجة دي هي الاصلية ولا لا؟ بصوا بتيجي كل حاجة في الكيس، الاستانلس بتاعها ما فيهوش الخدش. ازاي تعرفي ان الحلة اصلية ولا لا؟ بصوا هنا هتلاقي محفور كلمة السيف اهي، حفر اهي، فين هي صغنطوطة حلوة للاستخدام اليومي. انا بتكلم على الاستخدام اليومي، لكن لو انت عندك عزومة ولا كده طبعا محتاجة الحلة الاكبر. طيب بصوا انا نقلت لكم بقى معلش زاويه التصوير علشان الموبايل كنت حاطاه في الشاحن. عادي عادي يا جماعه بتحصل. هنا بقى دلوقتي هنفتح بقى الحله كده وهوريكم من جوه. بصوا الحله برضو بتجيلك مغلفه كده في كيس زي ما انت شايفه اهي، والعلبه كل علبه ما فيهاش خير. هنطلع الحله، بصوا كل حاجه في كيس، كل حاجه اهي. بصوا بقى بتيجي معاها هنا دي العلبه اللي فيها المتعلقات بتاعتها، وهنا جوه الكتالوج اللي هو الضمان. هي بتيجي من السعودية، هي صيني بس درجة أولى بضمان شركة السيف، وشركة السيف معروفة من زمان جدا من قديم الأزل، وحاصلة على شهادة اللي هي الجودة، إن هي يعني متخصصة في الحلل اللي هي الضغط اللي هي زي كده. تمام. طيب هنجيب بقى كده ادي الحلة نطلعها. بصوا ادي حلة الضغط بتاعتنا. بصوا هي بيجي عليها كده ورقة، دي بتتشال وقت العميل. بصوا هنا كمان مكتوب كده اهي شركة السيف، شركة السيف اهي زي ما انتي شايفة. دي تعرفي انها الحالة الاصلية. هنفتح المكونات بتاعتها. بتيجي هنا معاكي ايه؟ الايدين، هنا الايدين، ودي الصفارة، ومسامير عشان الربط اهي. هنا دي حلل منها فيها عادي الايدين دي، يعني لو مع الوقت الايدين دي اتكسرت او حصل لها حاجه او ساحت لا قدر الله، الجروب بيوفر لك كل القطع الغيار دي والصفاره وكله. والحلل دي بتركب بالمسامير دي بالشكل ده، ومسامير ربط كده اهي بالمفك كده، وتربطيها عادي جدا. ادي المتعلقات بتاعتها. والصفاره دي بتركب هنا، الصفارة دي بتركب هنا اهي زي ما انتم شايفين اهي.
طب استخدام الحلة ازاي؟ استخدام الحلة بسيط جدا، ده بالنسبة للاستخدام اليومي. عادي هتسلقي الفراخ مية، تحطي المية الاول بتغلي، او عادي بتشوحي فيها، اوقات بشوح فيها عادي وبزود المية وبقفل زي ما انت عايزة. استخدامك للحلة العادية جدا. لو هتسلقي حاجة بتحطي الشوربة، التوابل، البهارات بتاعتك، وبعدين بعد ما بتغلي بتحطي اللحمة او الفراخ، وبتبدأي ان انت تحطي كده اهي الغطا ده بالشكل ده كده اهو. وبسيط جدا بتقومي عامله ايه، بتلفي كده اهو، ومعاكي سهم اهو اهو الاتجاه ده، بتبداي تلفي مع اتجاه السهم زي ما انتي شايفه بكل بساطه وبكل سهوله. وبتوطي النار على الحاجه علشان تستوي. طيب بعد ما استوت وعايز او في وسط التسويه عايزه اعرف، على فكره الفراخ بتاخد 10 دقايق، الفراخ اللحمه بتقعد ساعه. وتبداي ان انتي تطفي عليها النار لو عايزه تشوفيها في وسط التسويه او بعد ما استوت. بتطفي النار، وبعد ما بتطفي عليها خالص بتسيبيها لما تهدى. الموضوع ما بياخدش 5 دقايق. ترفعي الصفارة لقيتيها مش بتطلع صوت، خلاص كده تبدأي ان انتي تفتحي الحلة تاني عادي جدا. بتلفي وبتبدأ ان هي اهي، اول ما تفتحيها خلاص بتلفي دي كده وخلاص تشوفي حاجتك. طيب كمان هسيب لكم هنا سكرين فيها مقاسات الحلل المناسبه ليكي، تشوفيها عندك في البيت اذا كانت هي مناسبه ليكي لاستخدامك او لا. وهنا الحله دي مقاسها كام؟ مقاسها 20 سنتي وارتفاعها 12 سنتي. هتلاقي المقاسات زي كده، القاعده 20، الارتفاع 12. تقدري تشوفيها زي اي حله عندك في البيت الومنيوم ستانلس، تشوفيها مناسبه ليكي بتجيبيها. عايزه الاكبر بتجيبي الاكبر. تمام. الاكبر منها ال7 لتر، في مقاسات هم ال5 لتر، ال7 لتر، ال9 لتر، ال11 لتر، وال15 لتر، ده الحجم الكبير. ال7 لتر مقاسها كام؟ ال7 لتر مقاسها القاعدة دي اللي هي دي 22، والارتفاع حوالي 14 سنتي او حاجة زي كده. اكبر من دي حاجة بسيطة. وان كان ممكن برضو تكون، انا كنت شايفة ان ممكن لو كنت جبت ال7 كانت هتبقى كويسة برضو، مناسبة وصغيرة وخفيفة. انا اهم حاجة عندي انها تكون خفيفة في الاستخدام، لان حلل تقيلة جدا ما شاء الله، الاستانلس بتاعها قوي، القاعدة بتاعتها ما شاء الله تخينة، ما بتشيطش حاجة لو هتعملي فيها اكل محشي كل الكلام ده كله عادي. دي بقى خلاص رمضان قرب وهنحتاج بقى الفول والتدميس الفول. انا ما عنديش دماسة فهدمس في الحلة دي ب الضغط، حلة الضغط، عشان تقلل وقت التسوية، لان بيقولوا الفول بياخد فيها حوالي ساعة. انا ما جربتش كل ده، هبقى اجربكم معاكم في رمضان وهقول لكم التفاصيل كلها. طيب هنا ادي الحله بصراحه كده، انا يعني انا ما شفتش ريفيوهات عن الحلل الصغيره اللي زي دي بصراحه. دورت كتير جدا عشان اعرف المقاسات وعشان اعرف حد يقول لي التفاصيل. فانا بجد الفيديو ده هيكون مميز قوي، تحتفظوا بيه عندكم. اللي يحب يشتري حله ضغط سواء من مصر او من السعوديه، عايزه السعوديه بين ايديك زي ما اسم الجروب فعلا بيقول، منتجات السعوديه بين ايديك. انا شفت ان هو ارخص جروب، في جروب حتى مشهور جدا بيعملوا بيه اعلانات كتير، هو ده ارخص جروب فعلا انا شفته. الشحن قليل جدا والحله مقاسها حلو. وعشان تبقوا عارفين ان دايما كل شويه الاسعار بتغلى، طبعا بتشيلي دي قبل الاستخدام عشان حفاظا ليكي من النار وكده، بتتشال عادي وبتستخدمي الحاجة في منتهى السهولة. انا شخصيا دورت في جروبات كتير او ريفيوهات كتير على فيديوهات، او في جروب حد يقول لي المقاسات المناسبة، لان انا عندي الكبيرة، انا مش عايزة اجيب واحدة تكون كبيرة برضو زي اللي عندي وتكون مش مناسبة بالنسبة لي. فبدأت ان انا شفت فيديوهات كتير ما لقيتش، فاضطريت ان انا قلت لما اجيبها انا هعمل الفيديو ده عشان الكل يستفيد منه. طيب هنا ادي زي ما انتم شايفين كده الحلة هي خفيفة في الاستخدام وصغيرة. الحلة زي ما قلت لكم ال5 لتر، وده اصغر مقاس موجود فيها في الحلل دي، اصغر مقاس اهي. حلوة واستخدامها حلو اهي. ارتفاع تقريبا 12 سنتي. المقاسات قلت لكم هكتبها لكم، الاستاذه داليا قالت لي على المقاسات وساعدتني بجد على ان انا اختار الحله المناسبه. وبدات ان انا هنا اهو حطيت المسامير، بيبقى معاها حلقه كده اهي،
وبتبداي ان انت تحطي الحلقه دي كده وبتدخليها وتبداي ان انت تربطي. انا هعملها انا كده اهي، وتقفليها عادي بنفك كده، سهله يعني. الناس اللي مش عارفه خلي جوزك يعملها لك بقى، هنعمل ايه؟ تمام اهي، سهل الموضوع سهل. تبداي تلفي وهكذا، والناحيه التانية خلاص كده. وبعمل التانية بنفس الطريقه. تدخلي كده المسامير الاول كده، مسامير اهي الحلقه اللي بقولك عليها اهي، تحطي كده، تحطيهم كده وتيجي كده. ولو لا قدر الله دي يعني دي ما كسرت او جرالها حاجه، دي ايد برضو عادي يعني اهي. ببدا اثبتها كده عليها وبنفك وبنبدا نربط. هخلصها واوريها لكم اهي. لما بتخلصيها لازم تبقي مأمناها كويس جدا، وانها دي اهي جامده جدا جدا، عشان طبعا وانتي بتشيلي بتبقى الحله اصلا ما شاء الله تقيله لوحدها وهي فاضيه. الحله لوحدها اكتر من 5 كيلو تقريبا يعني، او 3 كيلو الصغيره دي. اظن كده ريفيو يعني بصراحه وافي جدا، في تفاصيل كتير. معلش في تفاصيل كتير قلتها لكم، بس لان انا ما كنتش لاقيه اي فيديو يقول لي التفاصيل دي. واهم شيء واللي انا عامله الفيديو مخصوص علشانه، الفيديو انا عاملاه مخصوص عشان تعرفي ايه المقاسات المناسبه ليكي في الحله اللي انت عايزه تستخدميها. تمام. طبعا بتحافظي على الصفاره دي ما بتتخلعش خالص من مكانها اهي. بصوا هي ليها كده حتتين سلك كده، دول اهو مش عارفه باينين ولا لا، دول بيخلوا ان الحله ما بتطلعش بسهوله. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من التفاصيل اللي موجودة فيه. اشوفكم في فيديو جاي جديد وريفيوهات حلوة، والسلام عليكم.